مايكل كمال خبير التنمية البشرية. خبير التنمية البشرية. مساء الخير مايكل. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ميرسي، ربنا يخليك. احنا بنتكلم دلوقتي عن فكرة الأخطاء، يعني مثلا زي صيدلية حط الدواء غلط، زي مهندس حط مونة غلط، أي حاجة مهنة بتسبب إنها ممكن تبقى حياة أو موت. يعني هل ده يعني ده بيبقى تقصير في العمل، ولا ده بيبقى مفيش ضمير، ولا ده بيبقى يعني التركيبة دي إيه؟ هي ممكن تكون أكتر من حاجة، يعني ممكن تكون الحاجات دي مجتمعة مع بعض. ممكن يكون خطأ عامل بشري مثلا، خطأ أو إن الشخص ليه مصلحة خاصة فبيدخل مثلا حد بواسطة أو حاجة مش كفء بيعمل الحاجة، أو ممكن إن الشخص مش بيخاف إن هو يعترف بالغلط بتاعه ويحاول يصلحه عشان ما تقعش عليه عقوبة مثلا مادية أو جنائية أو حاجة زي كده، فبالتالي يتمادى في الحاجة. المشكلة إن الناس بيبقى عندها أخطاء أكتر من الأخطاء الفعلية اللي هم بيعملوها، أخطاء في التفكير كمان. يعني دي أخطر بكتير من مجرد الخطأ اللي أنا بعمله. الطريقة اللي أنا بفكر بيها ممكن تدمر حياتي أو تدمر حياة شخص تاني. طبعا مظبوط. طب الواحد ازاي يتعامل يعني مع نفسه، حتى يعني مع تفكيره زي ما حضرتك بتقول، او مع طبعا الناس اللي هي بتوقع مراته بالدكاتره وبتموت وحاجات كده، لا انا بتكلم على الفكر نفسه، ازاي نقدر نسيطر؟ الفكر نفسه طول الوقت احنا افكارنا ومخنا بيبقى شغال. المهم ان انا بفكر في ايه. اغلب الافكار تقريبا 80% منها يوميا بيبقى متعلق بيا انا، واغلبها بتبقى افكار سلبيه. يعني بقعد افكر مثلا ان انا كنت وحش في شغلي، كان المفروض اعمل كذا، كان المفروض ارد بالصوره الفلانيه، كان بفضل بتبقى حاجات غالبا سلبيه وبطريقه زي كده. لو انا ما اتحكمتش في الطريقه اللي انا بفكر بيها بنفسي، غالبا ده اللي هيبقى موجود. وغالبا كمان غيري هو اللي بيغذي لي افكاري بصوره معينه من غير ما انا يكون ليا اراده او تحكم في ده. محتاج ان انا اعيد حساباتي تاني، ايه الحاجات اللي انا بتبناها او ايه الافكار اللي بفكر فيها. ونقطه مهمه، ان مش مهم الفكره تكون صح او غلط، المهم الفكره بتوصلني لغايه فين. يعني لو انا بفكر في نفسي ان انا شخص ناجح، دي فكره. ناجح او فاشل او مش ناجح بناء على ايه؟ لو بدور على النجاح هلاقي 100 سبب يدعمني ان انا اكون ناجح، ولو بدور على ان انا مش ناجح هلاقي برضه 100 حاجه وقعت فيهم. الفكره ايه الفكره اللي انا بفكر فيها وبتدعمني لاي درجه. يعني التفكير الايجابي مهم جدا، ان احنا دايما نبقى نفكر بتفاؤل. اكيد. هو كمان مخنا مش مصمم على ان هو يحقق لنا السعاده او التفكير الايجابي. مخنا مصمم من الانسان البدائي خالص ان هو يحقق لنا الحياه، ان احنا نكون موجودين لسه. فكان من الانسان البدائي خالص بيلاحظ الاخطاء او وجود مشكله او وجود حيوان مفترس او صخره هتقع عليه او حاجه زي كده. لغايه دلوقتي الجزء ده ما اتطورش فينا، فاحنا لسه بندور على المشاكل او الاخطاء او اي حاجه ناقصه في كل حاجه. في المقابل محتاج ان انا اللي ابتدي يبقى عندي العين او الرؤيه اللي تساعدني ان انا اشوف الحاجه بصوره ايجابيه كويس. ان شاء الله يا رب. متشكرين جدا يا دكتور، ربنا يخليك. وفعلا ان الناس لازم بجد تفكر بطريقه ايجابيه وبلاش الطريقه السلبيه، لان الطريقه السلبيه دي بتنعكس على الاعمال. يعني لو مكتئب مش واخد بالك انك تعمل اكل غلط او تعمل دواء غلط او تعمل عماره غلط، او يعني التفكير السلبي بيخليك محبط. فالتفاؤل بيبقى حلو، تصحى الصبح كده يا سلام، عندي يوم حلو. زيك الصبح.